صباح الخير متابعين ومتابعين مطبخ أكلات مصرية. جمعة مباركة عليكم إن شاء الله وعلى الجميع بإذن الله، ربنا يجعلها جمعة خير وسعادة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى احترت في أكل الشغالين. كل يوم أحمر وكل يوم أشمر وكل يوم أقلي وكل يوم يعني بصوا احترت بقى النهاردة. فأنا النهاردة قلت بقى والله هجيب الفراخ هغسلها طبعا وهنضفها وانقعها في المحلول بتاعها مية وليمون وملح، وهحطها ارميها في الحلة كده واسيبها مع نفسها زي ما انتوا شايفين كده. انا جبت كمية الفراخ طبعا عشان عدد الشغالين وعدد الأسرة، وكل واحد بالهنا والشفا اللي كان. حطيتها في الحلة كده زي ما انتوا شفتوا، وهرمي عليها بقى الطماطم والفلفل والبصل، فلفل بقى الوان، فلفل حامي، الفلفل اللي انت تحبيه حطيه. هحط معلقة بابريكا اهو، بابريكا وليمون لومي وورق لورا ومعلقة صلصة و5 قرون اللي هو القرنفل. تمام. يا سلام على الريحة، يا سلام يا سلام، والله العظيم أكلوا واتبسطوا. وبقى ده القرنفل 5 قرون قرنفل هيديها ريحة خطيرة. والفراخ دي أنا ما حطيت لهاش مية ولا سمن ولا أي حاجة ولا زيت ولا أي حاجة، هي منها فيها كده. هنغطيها وهتستوي مع نفسها وهتبقى معاكم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. أنا قلت أنزل الفيديو، عملت طبعا جنبها رز ومكرونة وسلطة، بس انا قلت طريقة الفراخ دي انا هنزلها في القناة علشان تشوفوها وتعملوها. بتبقى جميلة جدا يا جماعة، تحفة والله العظيم، والبهارات والتوابل بتاعتها جميلة وريحتها خرافة. بجد اتبسطوا جدا جدا وبقوا يدعولي، والحمد لله ربنا بيكفي وبيوفي. لو وصلتي معايا بقى لحد هنا في الفيديو اعملي لي لايك، اشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ أكلات مصرية. أنا بحاول يا جماعة أختصر لكم الفيديو، وبحاول على قدر الإمكان عشان طبعا الباقة بتاعتك ما تخلص. بديك الفكرة بسرعة والوصفة بسرعة علشان خاطر الباقة بتاعتك ما تخلص. استودعكم الله، اشوفكم فيديو جديد ومع ألف سلامة.